السلام عليكم متابعي قناة تفسير الأحلام، أتمنى أن تكونوا في أفضل حال. تفسير الأحلام خاصة الغريبة مثل تفسير حلم حمل العزباء، وهو من الأحلام المثيرة للاهتمام. له جوانب عدة، وغالبا ما تحتاج صاحبة المنام إلى توضيح له لتعرف ما الرسالة منه. فأحلام الفتاة العزباء بأشكالها المختلفة تختلف في تفسيرها عن السيدة المتزوجة حتى وإن تطابق الحلم معها. قبل أن نخوض في تفاصيل الموضوع، أدعوكم مشاهدين الكرام إلى الضغط على زر الإعجاب وزر الاشتراك، وكذلك تفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد. الحمل في منام العزباء. تتيح تفاسير الأحلام توضيحا لحلم الفتاة العزباء بأنها حامل. يقول ابن شاهين أن رؤية العزباء لنفسها بأنها حامل، وأن ذلك واضح على حجم بطنها في المنام، هو دلالة على خير وبشرى قادمة لها، وكلما ظهر بطنها أكبر يكون دلالة على كبر وسعة الخير القادم لها. رؤية الحمل في المنام بشكل عام سواء كانت لعزباء أو متزوجة هي إشارة إلى نعمة من الله والمال الوفير والخير الكثير، بينما يفسر النابلسي تفسيرا مختلفا عن ابن شاهين، إذ يقول إن حمل العزباء في المنام إشارة إلى هم ونكد سيأتي لها في بيت أهلها، وستحدث مشاكل ستكون هي السبب فيها. يشير النابلسي إلى أن الحلم بالحمل للعزباء قد يدل على حادث يصيبها أو يصيب أحدا من بيتها أو مكان سكنها، كما يقول أن الحمل دلالة على حدوث حادثة سرقة في بيت أهلها. تفسير حلم حمل العزباء ببنت. حلم حمل العزباء ببنت يدل على حصول زوجها على نفع كبير. إذا حلمت العزباء أنها حامل ببنت في المنام فتلك دلالة على الخير وفرح كبير قادم لها. تفسير حلم حمل العزباء ببنت يدل على المسؤوليات الكبيرة وتخطي مرحلة صعبة في حياة الرائية، ويدل أيضا على الخطوبة والزواج والأمومة. تفسير حلم حمل العزباء بتوأم. تفسير حلم حمل العزباء بتوأم يدل على بشارة بأنها سوف تدخل في حياة سعيدة وزوج صالح. رؤية العزباء في المنام أنها حامل بتوأم إشارة إلى أنها سوف تتلقى خبرا سارا من الأسبوع الأول والثاني من حلمها. حلم حمل العزباء بتوأم في المنام يشير إلى زيادة الرزق بإذن الله تعالى، ورؤية الحمل بتوأم في المنام يشير إلى الأخبار السارة التي تأتي للرائية. تفسير حلم حمل العزباء من شخص تعرفه. حلم حمل العزباء من شخص تعرفه يكون من علامات الشراك الرائية في عمل معين مع ذلك الشخص الذي تراه في الفترة المقبلة. لو رأت العازبة أنها حامل من رئيسها في العمل فقد يكون ذلك من علامات دخولها في مشكلة مع صاحب العمل، وقد يتسبب ذلك في ترك العمل. من التفسيرات الأخرى لحلم حمل العزباء من شخص تعرفه الخصومة مع ذلك الشخص. تفسير حلم حمل العزباء وموت الجنين. يشير الحمل إلى قدرتها المادية التي تجعلها تستعمل المال كما تريد. يعبر هذا الحلم على أنها سوف ترتبط بالشخص الذي تنتظره وتحلم به منذ فترة مديدة. هناك تفسير آخر لحلم حمل العزباء وموت الجنين على أنها ستسدد أي دين عليها، كذلك تخفيف المسؤولية التي تحملها منذ مدة طويلة. يدل حلم حمل العزباء وموت جنينها على اقتراب مناسبة مفرحة لها مثل الخطوبة أو الزواج. تفسير حلم حمل العزباء لابن سيرين كما ورد عن ابن سيرين في تفسيراته أنه إذا رأت العزباء أنها حامل في منامها فهذا يشير إلى أنها سوف تتلقى أخبارا مفرحة وتحدث تغييرات إيجابية في حياتها. تفسير حلم حمل العزباء لابن سيرين في المنام فهذا يشير إلى القلق المسيطر عليها وخوفها على جنينها وخوفها من المسؤولية التي ستمر بها في الفترة المقبلة. إذا كانت العزباء لا تفكر في الحمل فتفسير حلم حمل العزباء كما أشار ابن سيرين دليل على حدوث هذه العزباء على مهنة جديدة وحدوث بعض التغييرات الجديدة والإيجابية في حياتها. تفسير حلم حمل العزباء وإنجاب ولد. يشير حلم حمل العزباء وإنجاب ولد بتفريج الكروب وإزالة الهموم وانتهاء الأحزان، ويدل أيضا على تحقيق طموحات هذه العزباء. حلم حمل العزباء وإنجاب طفل دلالة على حياة جديدة أكثر سعادة، ورؤية العزباء لولادة عسيرة
يشير إلى ثقل الأعباء عليها وتحملها لهموم عظيمة تخفيها عن الآخرين. وقد يدل حلم حمل العزباء وإنجاب ولد إلى قيام العزباء بذنب كبير تخاف من فضحه. تفسير حلم حمل العزباء وولادتها: حلم حمل العزباء وولادتها بدون ألم في المنام دليل على مواجهة الكثير من الصعوبات والمشكلات التي تتعرض لها في طريقها. ويدل حلم الفتاة العزباء بالولادة بدون أي ألم على زوال الهموم والمشكلات التي تتعرض لها هذه العزباء. إذا رأت العزباء في منامها أنها تلد بكل يسر وسهولة دون أن تتألم، فذلك دلالة على أن الرائية ستتخلص من الأحزان والهموم والمشاكل التي تتعرض لها في حياتها الواقعية. إذا رأت العزباء في منامها أنها تلد فجأة دون أن ترى نفسها حاملا في المنام، فذلك دلالة على أنها ستحقق أحلامها بسهولة. كما تدل أيضا هذه الرؤية بالنسبة للعزباء على أنها ستتزوج من رجل قوي ذو منصب عالي. وإذا رأت العزباء في منامها أنها تلد أنثى، فدل ذلك على قدوم الخير والفرح إليها في حياتها، بينما تدل رؤية ولادة الذكر للعزباء في منامها على أنها ستواجه بعض المشاكل في حياتها الجديدة المقبلة عليها، ثم ستتخلص منها بوقت قصير بإذن الله، وستعيش بسعادة وهناء. لا يلزم أن تكون الرؤيا مرتبطة بواقع أو مستقبل، فهي قد تكون رؤيا صالحة صادقة، وقد تكون مجرد أضغاث أحلام، وقد تكون من ألاعيب الشيطان بالناس، كما جاء في الحديث: الرؤيا ثلاثة، منها أهاويل الشيطان ليحزن به بني آدم، ومنها ما يهتم به في اليقظة فيراه في منامه، ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة. رواه ابن ماجه والطبراني وابن حبان بألفاظ متقاربة وصححه الألباني. للمزيد من تفاسير الأحلام أدعوكم مشاهدين الكرام إلى الضغط على زر الإعجاب وزر الاشتراك وتفعيل خاصية الجرس لتتوصلوا بكل جديد فور نشره من قناتكم تفسير الأحلام. دمتم في رعاية الله. عزيزي المشاهد، إذا كنت تشاهدنا لأول مرة فأدعوك للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل بكل جديد فور نشره. شكرا وإلى اللقاء.